أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح القانون. عندما تصبح الأخلاق موضوع حديث فإن القانون يصبح موضوع حديث أيضا. القانون مصطلح مرتبط تماما بالسلطة والدولة، وليس له علاقة بالمجتمع أو بالنشاطات والحركات الاجتماعية، فكيفما ترتبط الأخلاق بالمجتمع وبحقيقته السياسية فإن القانون يرتبط بالمثل بالدولة والسلطة والطبقة الحاكمة. ويعرف القائد عبد الله أوجلان القانون على أنه أخلاق الحكام والدولة، فهو يقوي ويعزز الدولة ويضعف بالمقابل المجتمع، وجميع المحاولات القانونية هي على هذا الأساس. ويضيف القائد عبد الله أوجلان في تحليله لمصطلح القانون بأنه هو الأداة الرئيسية لشرعنة الحداثة الرأسمالية. فاليوم نظام الحداثة الرأسمالية يعرف نفسه على أنه إدارة الرأي العام، ويشرعن لنفسه ممارسة تلك الإدارة بالقانون. ومن المفترض أن القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل الفوارق الطبقية، ولكن بالكثير من الأكاذيب كهذه فهو يحمي مصالح محتكرين السلطة والمستعمرين، ويبرز نفسه تحت مسمى العدالة ويحاول شرعنة نفسه، فهو يناقض العقل والوعي المجتمعي ويريد أن يبرر سوءه بنظر المجتمع بحجة أنه يحمي مصالح الفرد والمجتمع. والسؤال المهم هنا هو ما مدى تواجد القانون الديمقراطي؟ بقدر ما تتواجد الدولة مع الديمقراطية فهو موجود أيضا، أي عندما تكون هنالك دولة ديمقراطية سيكون هنالك أيضا مجال للقانون الديمقراطي، لكن الديمقراطية نفسها لا تعمل وفق القانون بل تعمل وفق الأخلاق، وفي كل الأحوال لا يمكن تواجد الأخلاق مع السلطة والدولة، لذلك يكون القانون أخلاق الدولة والسلطة. ويركز القائد عبد الله أوجلان على مصطلح القانون في مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية وتحت عنوان الإطار الاصطلاحي والنظري، ويقول: على الرغم من كل صلاته بالحق والعدالة إلا أن الوظيفة الأولية للقانون هي زيادة تعزيز سلطة الدولة، وبالتالي تحجيم الميدان الاجتماعي أكثر فأكثر. لطالما تطلق الدعايات حول القانون، لكن لهذا السبب بالذات كثيرا ما تبقى وظيفته الأساسية ضبابية، ومع إحلال القانون محل الأخلاق يتم الاستحواذ على فرصة الحياة المنضبطة التي تؤمن للمجتمع ديمومته ومأكله ومأمنه، ويتم تجريد المجتمع من السياسة والإدارة الذاتية وتطبيقه بالتالي بالقانون والحكم المفروضين عليه من الأعلى بنحو أحادي الجانب على يد السلطة والدولة، وإخضاعه للقمع والاستغلال الطبقيين. انطلاقا من ذلك فمصطلح القانون مبهم بقدر مصطلحي السلطة والسياسة، ومساعد على التحريف والتزوير إلى حد بعيد، وهو بمثابة الحقل الذي تتشوه فيه العقول بأكثر. ومثلما أن التصاعد الملحوظ للقانون في مجتمع ما يدل على تعرية ذلك المجتمع من الأخلاق، فإنه يشير أيضا إلى سيادة صراع طبقي طاحن، وبالتالي إلى سيادة السلطة بوضوح بارز. أما الإجراءات القانونية المفصلة وعلى نقيض ما يزعم فهي لا تعكس قوة الحق وتمثيل العدالة، بل تعكس مصالح احتكارات السلطة المشفرة بانتظام. ونخص بالذكر أن التطور الرهيب للقانون ضمن المسار المنظم للنهب الرأسمالي يتآتى من ميول النظام إلى الربح الأعظم الذي لا يعرف حدودا. ولأن بشنا في مصطلح الحق تاريخيا فسنواجه احتكار السلطة الذي يعلن نفسه إلها ملكا. يعبر مصطلح الحق هنا عن استملاك وممارسة الإرادة أحادية الجانب للملك من جهة، وعن ألوهيته من الجهة الأخرى. وما المطابقة بين مصطلحات الحق والرب والله وإظهارها على هذه الشاكلة سوى تعبير عن هذه الحقيقة. هذا وبالإمكان الحكم على القانون من ناحية أخرى بأنه أخلاق واحتكارات السلطة ورأس المال. فبينما تسري الأخلاق التقليدية بالأغلب في ساحة الأنقاض المتبقية باسم المجتمع، فإنه يتم تحويل القانون إلى ساحة
ممارسات مضبوطة للسلطة الدولة التي تضيق مساحة المجتمع طرديا. أما جعل كافة مجالات الحياة تقريبا بل والماء والهواء أيضا موضوع قانون في ظل الحداثة الرأسمالية التي يبحث فيها عن الأخلاق بالشموع، فيجعل مضمون مصطلح القانون ملموسا وأكثر شفافية، وتتخذ عمليات النهب والسلب التي تقوم بها الحداثة الرأسمالية بغطاء قانوني شرعي أبعادا لا حدود لها. من هنا نستنتج أن القانون هو مجموعة القواعد والأحكام التي تصدر عن السلطة والدولة، وأنه ظهر مع ظهور السلطة والدولة، وأن الصعود التدريجي بالقانون إلى المراتب الأولى في علم الاجتماع ينبع في جوهرها من الحاجة إلى مواراة الباطل باسم الحق، وأخفاء الرياء باسم الواقع الاجتماعي، وحجب تكبير الحياة باسم الحياة المضبوطة. لذا فالقانون مرقم على أن يكون أداة الشرعنة الأساسية للحداثة الرأسمالية. ومثل ما لوحظ في ظاهرة السلطة، فالمهم في ميدان القانون أيضا هو رؤية البعد الأخلاقي وتحليل التشويه الذي يجري فيه، ومعرفة كيفية الدفاع عن المجتمع بالأخلاق المضمنة ولو بحدود في هذا القانون. بمعنى آخر، المهم هنا هو عدم التخلي عن دور الأخلاق المضمنة بالقانون في حماية المجتمع وتأمين سيرورته. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.